إخواني البارح كان عندي واحد اللايف مع إخوان في ديار المهجر. لكم مني مرة ثانية أحلى السلام. كانوا كيسولوا على الكتاب، ها هو الكتاب، هو هذا. جو لي اكتواليزي، هو ليديسيون ديالو كانت اون 2005، وهذه واحد 2 ولا 3 موا عاودته، هو هذا. اذا كانوا كيتسائلوا فين كاين. انا ما عنديش خبره باش ندوز الامازون ولا الاخر التجاره الالكترونيه كيف قالوا لي هما، ما عنديش انا خبره في هذا الشيء. ولكن كنقول للاخوان، اي واحد بغاه كان في فرنسا عنده شي حد في العائله في المغرب، يتصل بيا نصيفط له فين ما كان. كيف دارت واحد الاخت من بريطانيا، وواحد الاخ من فرنسا هو موريتاني، واخوان من اسبانيا وكندا. اللي بغاه راه غادي نخلي الرقم ديال الهاتف ديالي على في لامينياتور، نتواصلوا. اذا هذا هو الكتاب، مره اخرى اقدمه. العنوان ديالو او سيرفيس دو نوتر باتري دون لي كون دو كونسنتراسيون دو لالجيري. فيه 24 سنه ديال العذاب، ديال الاهانه، وديال عزه نفس ديال المغاربه الاحرار من جنود وضباط صف وضباط وقوات مساعده. ابقوا معي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. إخواني، بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في المملكة المغربية الشريفة، ألا وهو تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين للذكرى 25، هدية من الفريق الوطني الأولمبي من ذهب في هذا اليوم الذي يحتفل فيه المغاربة داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن، انتصار على الفريق الشقيق، الفريق العراقي. ونحن عرب وإخوة، ولكن دائما كل فريق يحب الانتصار. كانت الأجواء أخوية، كان حرارة في اللعب والعزاء عند أصحاب الشيراتون. إذن مرة أخرى هذا الفوز يهدى إلى القصر الملكي، إلى العائلة الملكية، إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله. اليوم سنتكلم عن السفير الجزائري بفرنسا، ونتكلم عن انتهاكات الشرعية الدولية من دول عظمى، والجزائر دائما هي الدولة التي لها الحق أينما حلت وارتحلت. ابقوا معي. إخواني، مما لا شك فيه أن فرنسا والبلاغ القصر الملكي الرسمي عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وبالحكم الذاتي، الحل الأنجع الذي طرح من طرف المملكة المغربية العلوية الأمازيغية الشريفة تحت القيادة الراشدة لأهل البيت صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره على من عاداه. اعترفت فرنسا بالنظارات التي يرى بها المغرب أصدقاؤه، ألا وهي الصحراء المغربية. وكان العزاء في الشيراتون، وكان العزاء في المرادية، وكان النبيح والهاويد في العصابة الحاكمة بجوارنا التي حقدها الدفين ليست له نهاية. هذه الدولة التي كان من الأجدر أن تنظر إلى شيوخها وإلى أهلها وإلى أبنائها مما يعيشون في فقر فقع، ومما يعيشون في طوابر. اللهم إن هذا منكر. حينما نرى هذا الشيخ، الله يستحيي ويوقر الشيء، والجزائر والعصابة لا توقر أي شيء. وهنا أنا أقصد هذا الجزائري الشيخ الذي هو الآن يتكلم بحرارة عن ما يقع في الجزائر. ابقوا معي. المخزن هو بسالي عنده ذوك عام وانا نطايش، عندي 8 ولاد. لا الحقرة هذه، لا يا اخي، لا ربي ما كانش والله يا اخي، كاين الرب. حقونا يا خويا، حقونا. كان نشوف المشاكل عايشين، كان تقول طلع بلا حاكم الطريق خير منها، احنا نمشي مذلولين. ربي يهدينا ان شاء الله، حسبي الله ونوكل بهم. إذن كان من الأجدر أن تراعي إلى من حرروا الجزائر يا عصابة المرادية. أما بن بطوش فهو ليس مجرد آلة تصدر إليكم كبضاعة وخلى ضربوكم وخلاكم في الفقر يا الجزائريين، يا اللي ما كت. العهدة الثانية إلى عبد المجيد أكتبون تحيي النفس في المغرب أن يستمر في النهضة وأن يستمر في الازدهار، لأننا نعرف أفكاره كما نعرف ما يجري في داخل بطوننا. العداء
والكراهية والضعف. مؤخرا الجزائر استدعت سفيرها من فرنسا. لماذا؟ لأن فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء. هذا الشيء تعودنا عليه احنا كمغاربة عاديين، تعود عليه العالم، لأنكم أنتم أضحوكة العالم. سوى الضحك. استدعيتم سفيركم من إسبانيا وطردتم السفير الإسباني من الجزائر، وبعد هنيها رجعت المياه إلى مجراها. كان من الأجدر أن لا تستدعي سفيرك من الجزائر من فرنسا يا جزائر، يا القوة الضاربة في الضعف وفي الجهل. كان عليك أن تطردي السفير الفرنسي من الجزائر. هنا تبنى الخنونة ديالكم والنيف ديالكم على صواب، ولكن نحن على يقين بأنه في أيام معدودة سترجع المياه وسيرجع السفير الجزائري إلى فرنسا مدلولا مطأطئ الرأس. انتهاكات من دول عظمى على حسب البلاغ الجزائري في أجل قضية الصحراء المغربية. أمريكا الدولة العظمى وعضو في مجلس الأمن انتهكت هذا الحق في حق المحتجزين واعترفت بمغربية الصحراء. إسبانيا كذلك الدولة المستعمرة. فرنسا الدولة الثانية في مجلس الأمن انتهكت حقوق الشرعية الدولية. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش كتعرفوا واش كتقولوا؟ راه مازال القادم سيكون أسوأ إليكم لأنكم لا تستحيون. راه مازال من ما بغيتوش تحشموا، راه مازال كاين لازوار، كاين شفنا الروينه اللي وقعت هذيك 48 ديال لازوار، السلاح اللي تكلم في الجزائر القرطاس. كاين القبائل، كاين الصحراء الشرقيه، وكاين الجزائر غادي تتحاكم على راسهم شنقريحه. غير بشويه غير بشويه غير بشويه غير بشويه غير بشويه، والله باش تقتل تموت. الان ماذا بقي لك ايتها الجزائر؟ ماذا بقي لك ايتها الجزائر؟ بقي لك الحزن، أنت تتخبطين فيه. إذن إخواني، أعتقد أنني قلت ما فيه الكفاية. فهنيئا لي الفريق الوطني الأولمبي، وهنيئا لي من يسهرون على الحقد والكراهية. قلتم سننهزم أمام الأرجنتين 6-0. قلتم حينما انهزمنا، كانت الفرحة الكبرى أمام أوكرانيا، أن المغرب لن يذهب بعيدا. واليوم ماذا ستقولون؟ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واتركهم في قوم الغافلون. إلى اللقاء.